شوفوا الناس اللي عندكم بطاقة ترابية بحال الجدي بحال العذراء بحال التصور، شوفوا نقول لكم الحقيقة، هادو هما الناس اللي هما اللي كيعطيونا الثبات، هما الناس الثابتين. الا شي دار ما فيهاش شي وحدين ترابيين تتكون دار فيها غير الشماكريه، غير الناس اللي كيدير كل واحد كيدير داكشي اللي بغا، غير هادو بحال قلتي هما الوتاد ديال الدار. باش نكون معكم صريحه، ضروري شي العائله خص يكون فيها شي واحد ترابي ولا طاقته ترابيه. المائيين هما الحنان، الا شي دار ما فيهاش المائيين يعني ما كاينش الحنان في ديك الدار، ما كاينش الحنان، ما كاينش الحب الاهتمام. هادو هما المائيين. شي دار الا ما فيهاش الهوائيين يعني ما كاينش الذكاء، يعني ديك العائله مساكن حتى واحد فيهم ما كيوعي الاخر، حتى واحد فيهم ما قافز، كلشي يقدر يديرها بهم يتيقوا اي واحد. حيت الهوائيين هما الذكاء، الناريين هما القوه، هما الشجاعه، هما الشغف. يعني الدار ولا عائله بلا ناريين يعني ما كاينش تحسي براسك، ما كاينش اللي يدافع عليك، ما كاينش اللي يواجه الناس على قبلك، ما كاينش شي واحد جريء، ما كايناش الطاقه ديال القوه، ما تتحسيش بها. داكشي باش كنقول لكم كلشي الابراج ضروريه، خص غير تعرفوا كل واحد والطاقه ديالو، كل واحد وشنو الدور ديالو، كل واحد. دابا عليكم بحال مثلا الناس ديال الحمل هما الشجاعه، هما القوه، هما الشغف، حب الحياه، دائما في النمبر وان، دائما كيبغيو يكونوا هما الاولى، دائما لك كانت شي حاجه هو الاول يوقف معاكم، هو الاول يدافع عليكم. حيت طاقه المريخ طاقه القوه. كايموتشيسيما خينتي، كتسمعوني مزيان الاصدقاء؟ حيت مع كاينه دابا كنتمشى والناس كيهضروا، ما عرفتش واش كنتو كتسمعوا هادشي كامل اللي كنت كنقول. سمعتوني ياك مزيان؟ ميخور، حيت انا تيصدعوني الناس بالهضره، داكشي باش احسن نبقى غير في الطوموبيل. حتى كنسالي اللايف عاد كنمشي مؤخرا كنتمشى، حيت سينو ما نقدرش نهضر فرحتي، كيصدعوني الاصوات. صحاب برج الحمل مثلا هادوك هما اول برج ناري، يعني الطاقه الناريه زائين، والناس ديال اللي عندهم طاقه هوائيه. واكثر ابراج هواء طاقتهم هوائيه هما الجوزاء، حيت عندهم الطاقه ديال عطارد. عطارد هو كوكب الافكار الاصدقاء، هو كوكب المعرفه، هو كوكب الذكاء. هادوك هما الناس اللي كيكونوا قافزين. داكشي باش الا كان جوزاء خوك ولا اختك ولا راجلك ولا دائما ما تحقروش الافكار ديالهم ولا داكشي تيقولوا لكم، راه غالبا هما اللي كيكون عندهم الحق. بالخصوص لا كانوا نقدرش نقول لكم راه الجوزاء كلهم نصابه غينصبوا على البراني، اما الناس ديالهم حتى هما بالعكس كيوعيوكم، كيقولوا لكم شنو كاين. تخافوا من الجوزاء الا ما كنتوش كتعرفوه، يجي يقول لكم يبيعكم. هو العجل الجوزاء كيكون نصاب، بحال هذا اللي دا لخيتنا الذهب في المربيه، هذاك باينه يكون جوزاء هذاك. بحال راجلك انت يا اختي رانيا، هذاك راه جوزاء، هو عنده طاقه عطارد، انسان ذكي بزاف. سي عزاز عليهم الكلاب، كتلقايها جره جوج ثلاثه د الكلاب. واو، شوفي اختي الثقافه حتى هي كتلعب دور، الثقافه والبيئه ديال الانسان. كتلقايها جره جوج ثلاثه د الكلاب، فين هو غادي. واحد المره شفت وحده دايرهم في الكارو، في الكروسه، بحال زعما دراري صغار، دايره جوج كلاب في الكروسه. خايبه حتى المعاوده. ما نقدرش انا نعيش مع كلب، مستحيل.
اصلا نبقى منوغشه في راسي، ما كيبقاو يطلقوا الزغب. مازال الناس اللي عندهم الفيلات، كذب عليكم، الناس اللي عندهم الفيلات يقدروا يديروا الكلاب شنو كنا كنهضروا على الابراج المائيه والترابيه والهوائيه والناريه، ياك قلنا الترابيين هما كتحسوا بهم هما الثبات. الا ما كانوش الترابيين في العائله يعني هما بحال قلتي الركيزه، هما الارض اللي حنا عايشين فوق منها اصلا، بحال الترابيين هما كتتفسر الطاقه ديالهم. هو اللي يقدر يعتمد عليهم بنادم دائما، هما اللي عندهم الصبر، هما المنطقيين، هما الناس الخدومين اللي كيخدموا كيبغيو المنطق، كيهزوا المسؤوليات، هما الترابيين الحق ولله. المائيين هما الحنان، هما الرومانسيه، هما هو الاب اللي كيخاف على ولاده، هي الام اللي حنينه على ولادها وكتخاف عليهم، هما رمز الامان والحنان والاهتمام، هما المائيين. وين بلوس كيكونوا حتى هما ما كيقصروش، كيكونوا ناس كيخدموا بزاف، خدومين في المجتمع وبالخصوص مع الناس اللي كيبغيوهم. الهوائيين يعني اختي هادوك الذكاء وما عندهمش بزاف مع الكلاص في الدار، ما كيحملوش الكلاص في الدار. الهوائيين واخا يكونوا اباء ما كيعطيوش داك الحنان والاهتمام لولادهم بحال المائيين. نقول لكم الصراحه، الهوائي هو حس براسو اصلا طايش، هو باقي صغير باغي يعيش الحياه، هو طير، خصو يخرج، خصو يعيش الحياه، ما خصوش القيود. ولكن هما اللي معروفين بالذكاء وكيكونوا ناس انتيليجون وقافزين الهوائيين. بالنسبه للناريين اختي هادوك هما اللي صايقين عاوتاني الماشينه، هما الاقوياء، هما رمز القوه والشجاعه. عندكم الحمل القوس والاسد، رمز الجرأة، الشجاعة، القوة، الشغف، الهيبة، الدفاع على الناس اللي كيبغيوها. هادو هما الناريين اختي. هما العيشوريين، هما اللي تيضربوا بزاف، هما اللي كيديروا المشاكل، حيت الطاقة النارية دائما تيجبدوا الصداع، ولكن ماشي عيب بوحدهم، حتى يتعدى عليهم شي واحد من طبيعة الحال. هما العيشوريين في الابراج كلها حق ولله. البيستان غراسيس بحال صحاب برج الحمل هادوك اختي راه ناريين، هادوك بورو فويغو، ولا يني قلبهم بيض اكثر. وحدين عاوتاني كيكون قلبهم بيض، الناريين يتعصبوا ولكن دغيا يرجعوا، بحال ما كاينه حتى شي حاجه، بحال العافيه كتشعل ولكن كتطفى دغيا، بحال ما كانت حتى شي حاجه. بالخصوص صحاب برج القوس هادوك اختي، ما وضربي معاهم تسبي معاهم والغد ليه يتصالحوا معكم بحال ما عمر شي حاجه وقعت. دابا عليكم اختي، بحال عمر شي حاجه وقعت، ومثلا قلبهم بيض بزاف وكيسامحوا. ولا يني اختي عاوتاني اللي بروفوكيهم دغيا كيشعلوا، عاوتاني دغيا كيشعلوا، بحال شعلتي الوقيت دغيا كيشعلوا. دغيا كيديماريو، حيت طاقتهم ناريه. بحال الحمل خلاص كيبقى غير يسب ومن السمطه لتحت، وفي ديك اللحظه فاش كيغضبوا يقدروا يدمروا بنادم. ولا يني الا بعدتي عليهم عاوتاني يقدروا يندموا ويطلبوا منكم السماحه، يقولوا لكم سمحوا لنا راه غير كنا شاعلين في ديك اللحظه. هكا اللي تيقولوها لكم. خصكم ما تواجهوش الحمل، الا واجهتوا الحمل مشيتوا فيها لا نتوما لا هو. نتوما يصيفطكم تعالجوا في السبيطار، هذا الا بقى فيكم ما يتعالج وهو يمشي فين يتربى. هادو بالنسبه للرجال الحمل. والله هما اللي في حياته الحمل تشوفوه ما حتى الا تناقشتوا معاهم في ديك اللحظه ديال الغضب غير بعدوا منهم. القوس كذلك مثال الاسد فاش كيتعصب كيكون هو كيولي بهلوان، كيبقى يقول شي هضور من السمطه هو لتحت. صحاب برج الاسد من السمطه لتحت،
كيبقى غير يعاير بالهضور كاع اللي ما فيهم ما يسمع بنادم على تقليدي، حيت صافي بحال قلتي الايغو ديالو تجرح، الغرور ديالو والكبرياء ديالو تجرحو، تيولي وحش، هو كيولي وحش. عندي طاقة اورانوس متزامنة فري، ولكن كنبقى عندي طاقة الشمس ديال الاسد. نخلي فيك غير اللي نسيت، ومن بعد نقدر ندم ونقول علاش قلت داكشي كاع، ولكن الغالب الله طاقتي كتبقى عندي طاقة نارية، نبغي ولا نكره. وسير شوف اللي هذا كوس او تسير عربي وساميت ماشي تاع ميثيخ اسمني ثمرابط طيخ نكين كاين ثمرابط. هاي تسير عربي مرابضني كان، هاي تسير عربي ماشي مرابضن. كبسوا الاصدقاء وما تبقاوش تشوفوا بنادم فاش تشوفوه معصب، ما تبقاوش تقولوا عصبوا. تا نتوما غيزيدكم على هادوك اللي عصبوا. هذه نصيحة في وجه الله، فاش تشوفوا الناريين معصبين بقاو تسبوا حتى نتوما هذاك اللي عصبهم، وما باش تقولوا له نعد الشيطان ولا حشومه هادشي كتقولوا لا نعد الشيطان ولا ما ديرش راسك فيهم، يقدر يسبكم حتى نتوما بحالهم. اللهم حسن غير بقاو ساكتين ولا بقاو تعايروا حتى نتوما وتسبوا هذاك اللي عصبهم، عادي يبردوا هما. الا شافوكم سبيتوهم وقلتوا لهم يدير لهم ويفعل لهم والله ينعجد دمهم، او تبقى يحس بكم كتعايروهم معاهم، راه يعجبنا الحال، حق والد الله يعجبنا، وديك الساعه نقدروا نبردوا فري. ولا اني تتجي وتتقول هو نعلو الشيطان وحشومه وهادشي ما كيدارش وهادشي راه بنادم طاقته ناريه سميتكم، واش العافيه شاعله وانتم باغيين تهدنوها بكلمه؟ خص بنادم تعرف كيفاش تعرف ليه الكود. انا كنقول لكم شي معلومات باش تعرفوا تعاملوا مع الناس اللي معاكم، وما انا ماشي شغلي فيكم، انا عارفه شنو كاين وقاريه العلم. انا مثلا عندي في حياتي واحد الانسانه ولا انسان عزيز عليا، عارفه انا برج حمل وغادي نشوفو معصب، ما غاديش نمشي انا نقول للحمل ولا نقول لها تهدنوا نعنوا الشيطان ما ديروش راسكم في هادوك، راه غيسبوني حتى انا سميتكم. نقول انا ندعي على هادوك اللي داروا لهم داكشي، نكون عزيزه عليهم ونعز عليهم ويبردوا. ديك الساعه نعرف كيفاش نتعامل معاهم ونهضر باش يبردوا بصح. وما نتوما ديك الهضره كتجيب طاقه عكسيه، يقدروا يزيدوكم عليهم، حيت ما كتعرفوش تعاملوا مع بنادم، كتعرفوش انت ما كتفهموا لا في علم النفس لا في الطاقه ديال الانسان كيفاش دايره، لا هو ديك الساعه هايج ولا شاعله فيه العافيه، كتقولوا له شي هضور اللي كيزيد يشعل. فهمتوا؟ نورمال. الحمل هو راه كيقول لك العدو ديال عدو صديق. مثلا الحمل، انا دعيت على الطالوني على ديك المراه مسكينه اش دار ليها اختي. انت عندك طاقه روحانيه، كيبقاو فيك الناس بزاف، وإلا كان هو بصح تعدى ولا كان السبب في هذيك المراه اللي مات مسكينه هذيك سلمى، راه توصل الدعوه ديال بزاف ديال الناس اللي ما مثلا دعوات الغريب مستجابه، ولكن تا هو تقدر ما توصلوش ديك الدعوه. علاش؟ يقدر يكون دار بنيه حسنه، هو ما كانش ناوي الشر. فهمتوا؟ خص بنادم على النيات ديال بنادم كيتحاسب، ولا كتجي ديك الطاقه. يقدر نتوما ما عارفينش
ما كنتوش مثلا ما عارفينش هو داكشي دارو بنيه حسنه، يقدر يكون دار داكشي بنيه حسنه، ما نقدروش نقولوا لا راه هو كان باغي يقتلها، ما كنظنش هو ديك الشخصيه اللي عنده غيبغي يقتل شي واحد، ما كنظنش. يكون طايش، يكون كيدير شي حوايج بلا ما يفكر في العواقب، ممكن، ولكن ما كنظنش هو غادي يبغي يدير شي حاجه باش يقتل واحد، باش ينهي الحياه ديال شي انسان، ما كنظنش. كيدير شي حوايج بلا بالطيش وباش غير باش يبان، باش يتعرف، باش ممكن ما كيفكرش في العواقب. ولكن انه دار بنيه حسنه بنيه خايبه باش انه يقضي لها على حياتها، علاش درت لي زعما مسكينه هي هذيك، ما دار عمليه خايبه وما بغى يقتل حتى دوك اللي خايبين ديال بصح، غير هذيك مسكينه اللي ما دارت له والو. ما كنظنش، فهمتي. وعاوتاني بحال قلتي فاش بنادم تيتقاضاو ليه الايام ديالو باش يوصل ليه الاجل، يقدر يموت بشي طريقه ولا بشي طريقه اخرى. الانسان عاوتاني حنا صحاب اللي عندنا طاقه اورانوس كنفكروا بطرق اخرى، عاود ما غاديش نقولوا ديريكت هذاك هو اللي كان السبب، هو اللي قتلها، هو اللي مثلا هو راه يقدر يكون بغى يدير لها العمليه مثلا بنيه حسنه، بقات فيه حيت هو كيخدم في داك الكلينيك باغي زعما باش يجيب كليان اخرين يقول لهم الا كنتو غلاضه جيو غندير لكم العمليه وغترققوا، ولاني ما فكرش في العواقب. تقدر تكون كانت نيته حسنه فعلا، بغا زعما دير لها عمليه وتبرا، يحسب ليهم دخول الحمام بحال خروجه، ما كيفكروش في العواقب. ولكن السيده عاوتاني كانت مسكينه صافي تقاضى ليها الاجل، كانت داك النهار كان صافي كانت غتموت بطريقه بشي طريقه ولا بشي طريقه اخرى، فهمتوا. داكشي باش انا ما نقدرش نحقد على هذاك وندعي عليه ونقول راه هو اللي كان السبب، ولا راه الكارما ديالو غادي تخرج فيه فعلا. ولاني في هذا داكشي بالضبط ما كنشوفش انا بلي هو السبب الرئيسي. هادوك صحاب شوف خيخي كيبغيو مثلا فاش كتموت البقره كيكثروا الجناوه كما كيقولوا، هادوك دابا زادوا فيه باش يجيبوا المشاهدات، باش هما حتى هادوك راه ما كيبقى فيهم حتى واحد اختي. وهذاك راجلها هذاك راه ماشي انسان سوي، خصكم تعرفوها. هذاك انا شفتو غير في الوجه ديالو، ماشي شي واحد مزيان. كذب عليك اختي رانيا، راجل سلمى الله يرحمها، هذاك ماشي راجل سوي في وجهه ولا ماشي شي انسان سوي. هذاك عنده النفس قصير، يعني هذاك الاحاسيس ديال ما عندوش الاحاسيس، على تقليدي. واش غير منطقيا واحد الانسان حنين وظريف وكيبقاو بصح فيه الناس غادي مثلا تطرا شي كارثه، عاد غيكون عندك نتيا المورال تهزي التليفون، ما عندوش الاحاسيس. هذاك تتقولها لكم وحده قاريه في علم النفس وكنعرف تنحلل حتى الشوفات ديال الانسان ووجهه، هذاك ما عندوش غرام ديال الاحاسيس. وهذوك الدموع ديال التماسيح، هذاك يقدر صوفيا الطالوني كانت نيته حسنه على هذاك كان كيشوف مرتو غير باش كان كيشوفها محتوى، باش ما نكذبش عليكم. وهذوك الدموع ديالو ما تيقوهاش، راه تشوفوا غير واحد السيمانه ولا جوج غيعيش حياته، غيشوف شي وحده اخرى بحال ما عمرو كان بقى حتى شي حاجه. ويقدر هو كان حيله وسبب اكثر من صوفيا الطالوني واكثر من هادشي كاع دابا كتقولوا نتوما. الطالوني هو اللي كان السبب، هو هذاك اللي راجلها هو اللي كان السبب الرئيسي كاع اكثر. واخا كيما قلت لكم السبب كيبقى غادي تموت، هي تموت في داك النهار باي سبب، ولكن زعما الا جينا نهضروا على الاسباب هو اكثر من كاع الناس الاخرين. على حقاش هو كان كيتنمر عليها، كيقول لها راكي غليظه وخصك ديري التكميم وخصك ديري هذه غير باش يجيب هو المشاهدات. يعني وانسان ما كيبقى فيه حتى واحد هذاك، ما بقات فيه لا مرتو لا ولدو. انا ما شفتوش امها مسكينه فاش هضرات قالت لهم
راه الولد الصغيره هي اللي مربيه، يعني حتى ما عندوش الكبده حتى على ولده. انسان عنده الطبيب كي نصل الكورتون. شوفوا فاش بغيو تشوفوا الانسان واش سيكوبات ولا واش فيه الاحاسيس، ولا شوفوا له الجهه الوسطانيه ديال وجهه. هذاك راه عنده هو الجهه الوسطانيه الريترايده، عنده الجهه الوسطانيه القصيره. هو انسان ما عندوش ما عندوش المشاعر، ماشي شي واحد كيبقى فيه الانسان ولا. صاحبتي كلشي باين زعما ما يقدر، ماشي ضروري تكوني عبقريه ولا واعره في الذكاء باش تعرفي داكشي. راه انسان اللي عنده خاطر يهز التليفون ويبقى يسجل، سمع واحد مات قريب ليه بزاف وتهز التليفون، راه باين كلشي. تما نهضري لنا على الطورو. كيعجبك راسك الطورو؟ الطورو حنين وحساس. هو الطور اختي مستحيل مرتو هو ولا المراه اللي يبغي ليها الاذيه، ولا يبغي ليها شي حاجه خايبه، ولا يعرضها لشي خطر. ولا الطور اختي واعر، حكمه الزهره كيفهم في الاحاسيس، كيفهم اختي الطور في الاحاسيس، كيفهم في الانسانيه، كيفهم في الحاجه اللي خصها دار مزيان. داكشي اللي خايب ما يديروش الطور. ترابي هو كيعرف يعيش الحياه بطريقه مزيانه. ديدو غراسياس ديدو. اما داك اختي ما يبقاش فيكم. عندك راجل واخا يبكي هذاك الدم قدامي انا ما يبقاش فيا، حيت واحد الراجل اللي ما عندوش الاحاسيس. كون كان راجل، هي السيده مريضه وكيسجلها، كيعطيها تاكل. عاش عطيها تاكل ماشي قدام الكاميرا باش يقولوا زعما الناس راه كيتهلا فيها. تهلا بالقحبه حتى في ولدو الصغير. تما باغي باش يشوفوه الناس، باش يجيب ليفي، باش يربح شويه د الفلوس في المواقع. والسيده ما خصهاش تاكل، ما كانش خصها تاكل الخبز، وكيعطيها تاكل الخبز ود القحبه. خص يعطيها الماكله الصحيه وكيقطع عليها الخبز، تيقول ليها كولي قدام الكاميرا. اتمان غراسياس. عندك اختي الا كان شي قانون ديال بصح، خص هذاك يحققوا معاه مزيان. خص يحققوا معاه مزيان ويدخلوه فين يتربى، حيت هذاك عديم الاحاسيس، عديم المشاعر داك السيد. الطريقه باش كيهضر يا بنادم ديال وجهو غير ديال البنيات على رقبتي. غزلان شكرا. على رقبتي لا وجهو غير ديال البنيات. الطريقه باش كيهضر وباش قبل ما يكمل شي كلمه يعطيوه دين امو لوجهو براق قبل ما يكمل شي كلمه. كذا بردات كي خنتي قبل ما يكمل حتى كلمه يبغي يناقشوا بنادم، ماشي زعما ولكن قبل ما يخرج شي جمله مفيده يعطيه بنادم باق. ويبغي عاوتاني تقول له يلا هضر زيد قبل ما يخرج شي جمله، حيت وجهو ديال الضرب هذاك غير ديال البنيات. علاش؟ حيت واحد الانسان اول حاجه ماشي سوي في المشاعر ديالو، ماشي شي واحد هذاك سيكوبات اختي. هي اختي لبنى ما شتيش السيده مسكينه سمعها مات صافي روحها مشات عند الله وخارج كيسجل فيديو ديريكت. وراه مشات العزيزه عند الله، علاش خليتيني، علاش مربي هذاك واش ماشي ديال البنيه هذاك السيد اللي كيحزن، انسان عادي وماشي سيكوبات اللي كيحزن ما كيسجلش راسو كيعبر على الحزن. هذه خصكم تعرفوها.
هذا انسان اللي ماشي نورمال في عقلو، سيكوبات، هو باغي يتقاسم الحزن ديالو مع الناس. اصلا انت حزين وكئيب ما يكونش عندك القناه تهز التليفون، كاينه ولا لا؟ فاش كيكون بنادم، حيت بنادم اللي كيعرف الاحاسيس ديالو بصح بنادم كاره، كيفاش غيهز التليفون يسجل راسو وهو كاره حياته في ديك اللحظه؟ ما يمكنش. هو كيسجل وكيبكي قال لك وكيهرنن وكيقول واه خليتيني، واه علاش خليتيني، واه علاش درتي ليا، وكيسجل راسو، وتلقاه يكون مسح الفيديو شحال من مره حتى يخرجو زعما زوين. يلا هذا حساس، هذا حس بعدا ولا عنده. اصلا كنقول لكم وجهه ديال السيكوبات هو السيد ما عندوش الاحاسيس كاع ديال زعما ديال تأنيب الضمير ولا ديال انه يبقى فيه شي واحد ولا هذا كيقتل الميت ويمشي في جنازته على تقليدي. خصو يحس، خصو يحققوا معاه داكشي. باش اختي رانيا انتي راكي انسانه روحانيه، دعي في هذاك، في رجلها، هذاك اللي كان رجلها، كان كيقول رجلها هذاك بحال داك النوع ما خصو لا يتزوج لا يولد لا والو، حيت هذاك سيكوبات بلاصتو في الحبس. كذب عليكم، حتى هو هذاك حتى هو يتزوج ويقولوا عليه الناس راه راجل فلانه مسكينه ولا هذاك السيكوبات. هذاك بحال قلتي اختي، دعي عليه هو ماشي على صوفيا الطالوني، دعي على راجل، على داك الراجل الحمار داك السيكوبات هو اللي دعي عليه. ما صوفيا الطالوني ما كنظنش كانت نيتو، هذاك مسكين عطاي حتى هو وحياته عذاب وكل شيء، ولكن ما نقدروش نقولوا له انت الكلبه ديالك ولا شي حاجه. كذب على الله حرام. بالنسبه للعيالات والرجال الروحانيين دعيو عليه هو، الا بقات فيكم بصح سلمى، ولا الناس اللي بحال سلمى كيمشيو ضحيه ديال شي سيكوبات، تيكون شريكهم سيكوبات، دعيو عليه هو، حيت السيده مسكينه مريضه وكيسجل فيها، ما خلاهاش حتى ترتاح في المرض ديالها، كيعطيها الخبز، تيعطيها الخبز وكيسجلها. سي كواسا زعما هادشي شنو؟ الانسان هذاك اختي خصو يحققوا معاه وخصو الحبس، باش نكون معكم صريحه. وما تدعيوش على صوفيا الطالوني هذاك، بحال قلتي هذاك في هذا الشيء هذا بالضبط ما تدعيوش عليه، حيت هو ما كنظنش كانت نيته مثلا يأذيها ولا. كتب عليكم اختي. تيا gracias تيا. هو الحنش هو اللي غيقرصك. اخباركم هذا عام الافعى، حضيو مع الفعات والثعابين، يقدروا يخرجوا لكم تشوفوهم بزاف هذا العام، حيت هذا عام الافعى على تقليدي. هذا العام هذا غادي الحناش يكثروا بزاف ويخرجوا عند الناس ويقرصوا للناس ويشوفوهم الناس. هكا مثلا كاين شي واحد اللي عمرو شاف شي حنش مباشره في حياته حتى يشوفوا هذا العام، حيت هذا عام الافعى الصيني. كذب عليكم. بالنسبه اختي ماشي الناس اللي عايشين في شي بلاصه بارده، ولا كنهضر على الناس اللي عايشين في المناطق اللي محتمل ان يكونوا فيهم الافاعي كيخرجوا بزاف هذا العام، حيت هذا عام الافعى. عندي الفوبيا. ما تخافيش اختي رانيا رانيا حساسه مسكينه بزاف اللي سمعات. وانتي فين عايشه؟ الا عايشه في شي مدينه ما كاينيش حداكم الجبال ولا دوك الخلاوات اللي هكا اللي يكونوا فيهم الحناش ولا تيكون الصهد بزاف، ولا ما تخافيش. راه حنا هنايا في الميريا نخافوا، هنايا راه كيكونوا هنا بزاف. شحال من واحد هذا الصيف هذا كيخدموا مساك الناس اللي خدامين في الفلاحه حتى كيخرج لهم قال لك حنش على قدو، هذوك هما اللي يخافوا. حيت هنا في اندلسيه كاينين بزاف الحناش، كذوب على الله حرام، حيت
كاينين الجبال، كاين الصهد كيخرجوا هنا شافوهم الناس بزاف كيخدموا حتى كيشوفوا حنش قدو قداش. قلت له ودوك الناس اللي قالوها لي قلت لهم ما تخافوش هذا عام الافعى ما يأذيوكمش بحال قلتي تا هما غير كيخرجوا حتى ما تقتلوهمش الحناش راه خايب بنادم يقتلوهم حيت تا هما اختي عندهم الطاقات ديالهم عندهم داكشي علاش كينفعوا. وهذا عام الافعى اختي قال لك راه ما غيخرج هذا العام. خصكم تعرفوا بلي الترياق ديال الافعى السم ديالها هما باش تيديروا بزاف ديال الدوايات. علاش في الفرماسيان دائما كتلقاي مدورين للفعى؟ علاش؟ راه تيستخرجوا من هاد الدواء ديال الامراض. خصكم تعرفوا شي مرض خطير حيت هذا عام الافعى. كل 12 عام عاد كيكون عام الافعى. هاد العام اختي ما غيخرج حتى غيلقاو الدواء لشي مرض مستعصي. داكشي باش الافاعي ما تقتلوهمش. هما رمز الشفاء، هما رمز العافيه، هما رمز ديال الشفاء تاع العلاج. فهمتوا الاصدقاء؟ حتى هما عندهم الدور ديالهم يشدوهم العلماء كيشدوا الافاعي ما كيقتلوهمش كيستخرجوا منهم الترياق كيستخرجوا منهم السموم اللي كتقولوا نتوما السم راه هو سم ولكن كيداوي بزاف ديال الناس. داكشي باش حشومه تقتلوا واحد الحاجه فيها الخير لبزاف ديال الناس اللي مرض. انا تنحلم بهم. تيقولوا اختي الافعى التفسير ديالها في الحلمه هما المحسده. ملي كنت عاقله على راسي كيقولوا هاد الكلمه وفعلا شي حاجه اللي تتقال مثلا وكنتي كتسمعيها من ديما راه كتكون غالبا بصح. يا اختي حليمه الناس دايرين بها تياكلوا بعضهم فقط وسط الليل اويلي دايرين بيا هاديك مشى الكومونتير طفو مشى الكومونتير والله غادي يتقطع كذا والله. تشرحي لي اختي لبنى في الخاص شنو كنتي باغا تقولي لي على هادشي اللي مخالعك؟ المهم ما عمركم تقتلوا الافاعي. حتى الناس اللي عندهم الشجاعه انهم يقتلوا الفاعي سمعوا نصيحتي ما تقتلوش الافاعي حيت هادوك اختي راه ماشي مجرد حيوان زاحف وصافي. عندهم طاقات خارقه هادوك الحيوانات بحال قلتي اختي عندهم جوادهم. راه كاين اللي كيقتل الحنش وكيتشلل ولا كيتشلل ليه شي واحد من العائله ولا كطرالو شي حاجه خايبه حيت هادوك راه ماشي حيوانات عاديه نكذب عليكم. والله راه كلنا تكون عندنا الفوبيا من الحناش حيت الشكل هما ولكن راه ماشي شي حاجه زوينه انكم تبغيو تاذيوهم ولا تقتلوهم ولا ما يجيبوا لكم التعاسه. وكاع الا ما طرات لكم والو طرا لكم والو واخا تكونوا نتوما ناس مزيانين وشي مره قتلتوا الحناش غتبقاو تعساء فتره كبيره في حياتكم فتره طويله تبقاو تعساء حيت هادوك اختي بجوادهم دوك الحيوانات هادوك ماشي سراق الزيت اختي تقتليه ولا شي حشره مضره دخلت لدارك تقتليها نو حنش هو راه ما واصلا الا شي واحد اداه الحنش عرفي راه صافي كان داكشي قدر مكتاب. عندكم حنش ولا عقرب الا اداو شي واحد راه ماشي حيت هما بغاو يأذيوه حيت كان مقدر ليه يأذيوه. حتى العقاربه
ماشي غير الحناش، حتى العقارب خايف تقربوا ليهم ولا تبقاو تقلبوا عليهم تقتلوهم. عقارب ما يقيسوكمش، ما عدا الا كان قضاء وقدر من الله. في ذاك النهار كان مثلا خصك تموت باي طريقه وصيفطات لك ديك العقرب تقرصك. على حقاش اختي حتى هما ما يأذيوش. على تبقاو تكونوا عايشين في وسط منهم، واخا تكونوا عايشين في شي دار فيها 100 عقرب ما يقيسوكمش، حتى هما ما كيأذيوش. بحال الناس ديال العقرب، مستحيل برج العقرب يأذيك، بحال الحيوان ديال العقرب. عاد الا مشيتي نبشتي عليه وكان مكتاب لك يأذيك العقرب، اما هو واخا كاع تنبش عليه شي مره ما يأذيكش العقرب. داكشي باش خليو عليكم في التقار، خليو عليكم في التقار العقارب وخليو عليكم في التقار الحناش. ما كاينش شي حناش قد شي وحدين، اما دوك راه عندهم طاقه الشفاء بالنسبه لينا حنا كبشر، كيصايبوا منهم العلاجات الدوايات، ولا ما كنتوش عارفين؟ تيدو غراسياس. اش منطقه وفين نلقاو اللايف ديالك؟ وراه اللايفات ديالي هنا كاينين، مالك اش كتها؟ عندك رقم 10 راك خرصني الناموس اختي، غير هذاك غير قتليه. هذاك حشره مضره هي الناموسه، كتبغي تجي كتمص لك الدماء ديالك، ولا ديري في الفريز ديالك شي حاجه اللي طيرهم منك. هذوك طاقتهم خايبه اختي، نكذب عليك. علاش تيقول لك شي واحد الحشرات دين امهم حشرات؟ حيت الحشرات كيأذيو. كاين واحد النوع ديال الحشرات اللي مزيانين ولكن قلال، هذوك اغلبيه ديال الحشرات كيكونوا مضره. هما اختي الحيوانات الزاحفه بحال الافعى، بحال ما تاذيوهمش، شوفوهم خليوهم ترونكي. ولا كانوا كاع في ديك الدار خليوه حتى يتخشى في ديك التقبه وغطيوها، حيت صافي ديك الساعه الروح ديالو ديك الساعه مشات لشي بلاصه اخرى. المهم نتوما ما اذيتوهش، سدوا ديك التقبه، سدوا التقبه. والافاعي كيفيدوا البشريه، كيجيب منهم كيستخرجوا العلاج. العلماء اللي فاهمين مزيان في الحياه كيستخرجوا العلاج منهم. وجي نتا ولد الحرام تقول لا لا نقتلوهم؟ راه الافعى عندنا فيها خير البشريه اجمعين. هي محل قلتي خلقها الله باش دير فينا الخير، باش تفرق على الناس العلاج الدواء، وانت لاش كتصلح؟ الافعى احسن منك. الا قال لي التقبه ديالك، بنادم كيهضر بكل جديه وكيقول لكم اودي لا حتى بالنسبه للناس اللي عندهم جرأه يقتلوا الحناش وما يخافوش، كنقول لهم ما تقتلوهمش. واخا ما تخافوش، ما كنعرف انا شي ناس عندهم الشجاعه، الحق ولله. راه ماشي كلشي الناس كيخافوا غير من سراق الزيت ولا الفار. كاين بنادم ما يخافش من الحنش، ما يخافش من العقرب، ما يخافش من البيتبول. كاين شي واحد يشوف البيتبول جاي لعنده ما يخافش، وانتوما كتخافوا غير من تخافوا من الفار، تخافوا من الفار، تخافوا من سراق الزيت. كاين الناس اللي ما عندهمش هذا الشيء كاع، ولكن ما تقتلوهمش. واخا ما تخافوش منهم ما تقتلوهمش. هما الخوافه بحالك اصلا. الفعه انت تشوفها ما تباتش في ديك الدار وما تباتش في ديك المنطقه، حيت خواف ديالهم تقد بعدا انت تقتل الفعه ولا تقرب ليها. كنهضر كنوصل الميساج للناس اللي عندهم الشجاعه في الدم ديالهم، ماشي خوافه بحالك انت دير امك تشوف فار تبقى دير الفار اللي القطوط قاطعينها فيهم. القطوط ياك حنا ما كنخافوش من القطوط، عزاز علينا القطوط. ايوا الفيران مثلا القط عنده الفار بحال شريب الماء، ما كيسوى عنده الفار حتى حاجه.
وانت الفار اللي القط غالبو كيخوف انت الفار. يعني هادشي ماشي لوجيك. كاين اللي يشوف ميرسي. كاين اللي يشوف ها هو اللايف الاصدقاء 2 دقائق يتقطع. المهم حتى نمشي للدار وندير لكم اللايف من الطابليت. كاين اللي كيشوف حنش، هو يشوف حنش بحال عادي، بحال شاف شي حشره عاديه يقدر يقتلها. ولكن تنقول لهاد الناس اللي ما كيخافوش ما تقتلوهمش واخا تشوفوهم. علاش؟ حيت هادوك عندهم واحد الحاجه غير مرئيه، عندهم جوادهم هادوك الناس، فهمتوا؟ عندهم دوك الناس، دوك الحيوانات عندهم جوادهم. فوالا عندهم جوادهم، الى اذيتوهم كتاذوا بطريقه او باخرى. على تقليدي الا مشيتو حتى اذيتو الحناش تتاذوا بشي طريقه ولا بشي طريقه اخرى. المهم ما غتفلتوش. كما اذيتو داك الحنش غتاذوا، ولا غادي يتاذوا لكم اقرب الناس لكم، حيت هادوك ماشي حيوانات عاديه. اختي اللي اذى الحناش ولا قتلهم ولا تعدى عليهم ولا عذبهم ولا شي حاجه، اختي هادوك بجوادهم دوك الحيوانات. ها بحال المشاش حتى هما. دابا المش اللي اذى المش ما عمره ما يعيش حياه سعيده في حياته. سعدات اللي دار الخير في المشاش بزاف زايدين على الكلاب بزاف. هما عندهم واحد الطاقات خارقه. المشاش اللي اذاهم ما عمره هذا كيشوف النهار الابيض لا في الدنيا ولا في الاخره. لا تقليدي. سلام فوزيه. ها هو اللايف الاصدقاء غيتقطع دابا. المهم حتى